الطلاب والمدرس الذكي. اسمعوا يا طلاب، كما اتفقنا الثلاثاء غدا امتحان. نسيت ولكننا لم نراجع شيئا. اسمعوا، عندي خطة ستجعله يؤجل الامتحان إلى الأسبوع المقبل. حقا؟ وما هي؟ اسمعوا، غدا سنأتي متأخرين بنصف الوقت ونوسخ ملابسنا ونخبره أن السيارة تعطلت في الطريق. في اليوم الثاني نفذت الخطة، فأتوا الطلاب للمعلم متأخرين فغضب وقال: أين كنتم؟ أنسيتم أن عندكم امتحان اليوم؟ آسفين يا معلم، ولكن إطار السيارة تعطل فاضطرنا إلى تبديله. ولكن ماذا عن الامتحان؟ ضاع نصف الوقت، نؤجله إلى الأسبوع المقبل. أنا موافق، ولكن بشرط كل سيجلس في قسم لوحده. نجحت الخطة، ففي ذاك الأسبوع استعد الطلاب وحضروا جيدا للامتحان. ما اتفقنا اليوم الامتحان وكل في قسم لوحده. حاضر يا معلم، نحن جاهزون. وزع الطلاب على الأقسام فعدوا الامتحان، فخرج الجميع غاضبون. يا إلهي، لقد كشفنا وسيحصل الجميع على 0 من 20. مفاهم. عندما أعطاهم الأستاذ أوراق الامتحان كانت الورقة بها سؤال واحد عليه العلامة الكاملة. كان ذاك اليوم فعلا انفجر إطار السيارة، فأي الإطارات